مساء الخير عن جديد لكل الأشخاص يلي انضموا لنا. وصلنا لأولى فقراتنا مع ضيوفنا لليوم. المال جزء أساسي من حياتنا، ولكن علاقتنا معه ما بتتحدد بس بالراتب أو بالدخل. أحيانا بتكون مرتبطة بأفكار ومعتقدات تربينا عليها ونحن صغار، يعني مثل إنه المال صعب، أو إنه الشخص لازم يتعب كتير لحتى يحصل المال يعني يستحقه، أو إنه الغنى مرتبط بالحظ والظروف والموقع الجغرافي وإلى آخره. مع الوقت طبعا ممكن هالمعتقدات تأثر على قراراتنا وطريقة تعاملنا مع الفرص والإنفاق والاستثمار أيضا. فهل المشكلة بقلة المال أو أحيانا بطريقة تفكيرنا وتعاملنا معه؟ طبعا مع المدرب التحفيزي وتطوير الذات نزار حرفوش رح نحكي عن أسرار المال، المعتقدات المالية، وأهمية التعامل مع المال كوسيلة لبناء حياة أفضل وليس كغاية بحد ذاتها. يسعد مساك، أهلا وسهلا. يسعد مساكي، شكرا لكم. مساء الخير. مساء النور. بالبداية في كتير أسرار مثل ما قالت رغد ومعتقدات عن المال، بس شو يعني الإنسان يكون عنده علاقة صحية مع المال؟ تمام، لبلش أحكي شو علاقة صحية مع المال لازم نفهم شو أصل المال. إذا بترجع ل1000 سنة كنت أنا بيجي بعطيكي بيض، أنت بتعطيني لحم، أنا بيجي بعطيكي سمك، يمكن تعطيني شيء تاني، عبارة عن تبادل. من قبل 100 سنة صار تبادل عبارة ذهب وفضة ببرودكتس. بزماننا صار عبارة تبادل عن دولار، شيء اسمه دولار كاش. بعد يمكن 10-15 سنة بصير كله عملات رقمية. فلتفهم المال لازم تعرف إنه المال أصله قيمة للتبادل، تبادل للقيمة. شو يعني؟ يعني أنا مش لازم أسأل كيف بدي أعمل مال أكثر، لازم أسأل كيف بدي أقدم قيمة أكثر. ومن هون بتبلش تحسن علاقتك مع المال. أول شغلة تفهم هذا السر، إنه أنا شو بدي أقدم قيمة أكثر. تاني شغلة ما تتعلق بالنتيجة، لأن وقت تكون عم تتعلق بالنتيجة وتركض وراء المال، المال حيهرب منك. أوكي. ولهذا السبب بتلاقي في أشخاص يمكن بيعملوا ثروات فجأة، بيربحوا لوتو، بيصير معهم شيء، بعد 4-5 سنين بيرجعوا تحت الصفر، لأن المال هو عبارة عن طاقة. قصدك ما لازم نتعلق بالمال؟ أبداً، أنت عم تكون عم تربط قيمتك بالنتيجة. أوكي. والأخطر من هيك إنه قلناش هو عبارة عن تبادل للقيمة. إذا أنت شخص مش شايف حالك ذو قيمة مرتفعة، مستحيل تعمل ما بيجي المال لعنة. لو عندك أحسن برودكت، لو عندك أحسن خدمة. فأهم عنصرين بيأثروا على المال: الثقة بالنفس والقيمة الذاتية. حلو كتير هذا الحديث. على فكرة كمان يعني بالقرآن رب العالمين ذكر كل العناصر على الأرض إلا المال أو الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وهي يعني هي دليل إنه فعلا هي طاقة. بس إحنا عنا معتقدات من إحنا وصغار انزرعت براسنا. صح. عنا يعني خلينا نقول السيستم يلي نحطينا فيه بالحياة خلانا نفكر بطريقة مختلفة، إنه أنت لازم تسعى وتجتهد وما بعرف شو، وتضلك عم بتلاحق التغيرات وكذا وتبذل جهد مضاعف. صح. تلاقي عالم قاعدة ببيتها رزقتها بتجي لقدامها، وعالم لو بتحفر الصخر بس عندها هذا اللي بتقول انه انا مالي حظ مثلا، تلاقيها ما عم ترزق. فاحكي لنا عن هي الفكرة. خلينا نضوع هاي النقطة. نحن للأسف نحكي كلام ما بنفهمه. نحن بنقول نتكل على الله، بس بالعمق ما حدا متكل على الله. لأن المال لازم يكون مثل الأكسجين بحياتك. مش لازم تفكري أنا كيف بدي أمن مصاري، مش لازم تفكري أنا إذا آخر الشهر حيوصل معي مصاري أو فيش معي. فالمال مثل الأكسجين. ودايما بعطيهم أمثلة، إنه إذا كنت أنت عمرك 3 سنين قررت تطلع من بيت أهلك وتتركي بيك وخلص قررت تطلع، مش رح تجوعي، مش رح تهكلي هم. نفس الشيء بيصير معنا نحن وقت نكون تحت حضن الألوية. مش لازم تكوني هاكليني هم كيف تاكلي، كيف تطلعي مصاري، كيف ربنا يرزقك. بس لما تطلعي تحت هذا الحضن، من تحت هذا الحضن حتصيري تهكلي هم وتخافي وتجوعي وتتعثري. فالفكرة اللي بوصلها إنه من نحن أول ما خلقنا على الحياة سمعنا المال وسخ الدنيا. صح. سمعنا لا مال فاض إلا من شح أو من حرام. فرجونا بالأفلام، لاحظوا معي منيح، هي نقطة كثير مهمة.
بالافلام بيزرعوا فيكي انه اللي معهم مال هن مش اشخاص اشرار، وبنفس الوقت بيكون زارعين فيكي معتقد انه انت لازم تكون شخص منيح بالحياه. فبصير عندك معتقدين، انا اذا بدي اكون منيح يعني مش لازم يكون معي مصاري، او اذا بدي يكون معي مصاري يعني مش رح اكون شخص منيح. وهذا كله معتقدات خاطئه ربينا عليها تسمح لك انه تضلك عايشه على يعني يا متوسط او دون خفف سقف المتوسط. توقعاتي يعني هيك بتصير بتفكر. 100%. لهذا السبب في كثير اشخاص طموحين بدهم يعملوا مصاري ويشتغلوا وبيجربوا، بس بلاقوا عم تسكر بوجههم، مش عم تفتح الحياه بوجههم. السبب الرئيسي هي البرمجيات اللي انزرعت بعقل اللاواعي عن المال. صحيح. تمام. طب كيف بنحول المال من مجرد وسيلة للعيش لوسيلة تساعدنا نبني مستقبلنا إذا بدك؟ هي الفكرة، المنظور اللي لازم تطلع عليه على المال مش لازم يكون من هالمطرح. لازم تطلع انت تسأل حالك كيف بدي اعمل مصاري اكثر او مال اكثر، بدك تسأل حالك كيف بدي اقدم قيمة اكثر. يعني هذا السؤال فينا نبدله انه نقول انا لعيش مرتاح لازم اعرف كيف اقدم قيمة اكثر. يعني هو اصدق مطرح بفرجيكي انت قديش عم تقدمي قيمة. هو المال عم بفتلك اخر الشهر، هو نتيجة مش السبب. السبب القيمة، قد انت عم تقدم قيمة النتيجة تبعها مال. بس اذا انت مش عم تعملي قيمة نتيجة تبعها مال اقل. بس في كتير ناس بيتعبوا مثل ما قالت رغد وبيشتغلوا وكذا، بس ما بيعملوا هذا المال اللي عم تحكي عنه. بدنا نفرق بين مجهود وبين قيمة. يمكن أنا من هذا الفيديو اللي عم بحكيه قدم قيمة فيها ملايين دولارات، وفي بنفس الوقت حدا عم يشتغل برا من الساعة 8 الصبح للساعة 5 6 عشية، عم ينزل منه عرق، تعبان، هلكان، مش عارف حاله شو بده يعمل، مش عم يعمل قد ربع القيمة اللي أنا عم قدمها. شو الفرق؟ القيمة مش الجهد. وهون بدي أضوي على نقطة كثير مهمة. أغلب البشر انزرع فيها إنه أنا لازم أحط مجهود أكثر لأعمل مال أكثر. وهي أكبر كذبة لعبة. طب هون السؤال اللي أنا بدي أسألك إياه، السعي مهم صح؟ صح أكيد. والسعي أكيد. غير الجهد، خلينا أكيد. نوضح بين كمان هدول 100%. صح؟ لأنه رب العالمين إذا ما سعيت صح. ما حيعطيك كمان صح. اللي أنت بدك إياه. 100%. ولكن إذا أنت كمان اجتهدت بدون سعي أو بدون مع نية سيئة كمان ما حتاخذ اللي بدك إياه، أو إذا كان عندك لو فريكونسي خلينا نقول. صح. لا، ربنا العالمين واضح منزل بهذا الكون سيستم دقيقة مستحيل تظلم إنسان. هلا يمكن تيجي تسأليني طيب في شخص بيشتغل بالحرام بالمخدرات أو شيء، ليه كيف بيعمل مصاري؟ أي صح، مرزوق عمليا، هو عنده رزق. لأن رب العالمين كيف قانون الجاذبية. هلا إذا جبنا شيخ بيقرأ وبيصلي وبيعبد شو ما كان دينه وكثير كثير متقرب من الله، وشخص كافر وشخص مش منيح، قلنا له نطوا اثنيناتكم على بناية من 10 طوابق، حيموتوا اثنيناتهم أو لا؟ يعني ايه اكيد اكيد. ليش؟ لان في قانون الجاذبيه. نفس الشيء ربنا منزل قوانين. في قوانين بهذا الكون، اسرار للاسف تخبت عن البشر. هاي القوانين لما تفهميها بتفكي شفره الحياه. بس انا بحكي ما عم بعني انه حيسترزق او يكون مصرياته مباركين. ايه. يكون في كارما، وممكن يكون اختبار له او لغيره. هدول حتى لو هذا عمل الرزق هذا المبلغ من مطرح حرام حيكون في كارما. فانا اللي بوصله ما بدي حدا يفهمني غلط انه لا بيسوى اعمل مصاري من حرام، لا اكيد لا. لان في كارما حترجع تفوتك بلعبه وتاذيك اكثر من هالشيء اللي بدك تحصل عليه. بس الفكره في ربنا قوانين، لما تفهم قوانين او لعبه هاي الحياه حتقدر تفك هالشفره. حتقدر تعرف انه انا علي اسعى. في بحكي عن مرحله وعي اسمها ثرومي. هاي المرحله وعي ثرومي بتصيري عامل زوم اوت عن الكاركتر تبعك، بتصير تشوف الحياه ابعد 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 صح. ابعد، بتصير الحياه اسهل عليك، بتصير انت معش معلقه قيمتك بالنتيجه. لان الخطر يعني 99% من البشر يا بوعي الضحيه ما راح يقدروا يعملوا مال، يا بيكونوا بوعي الباي مي. الباي مي يعني انا مسؤول عن حياتي، بصير يربطوا قيمتهم بالنتيجه، وبصير الايجو يطلع هون 100%. يربطوا قيمتهم بالنتيجه. اذا حصلوا على نتيجه انا ثقتي بحالي عاليه، انا مرتاح. حصلوش على نتيجه توطى ثقتهم بحالهم. فالسعي هو جزء اساس، بس من دون ما تربط قيمتك بالنتيجه اللي بدك تحصل عليها. انت ما عليك تفكر بالنتيجه، انت عليك تفكر تسعى.
يعني انا مثلا عم قدم هذا المحتوى او عم ساعد العالم او مقدم كورسات بهذا المجال، انا بضل بفكر مش كيف بدي اجيب اكثر مال، فكر كيف بدي اعطي فاليو اكثر، كيف بدي ساعد اكثر، كيف الاشخاص اللي عم تشترك معي، طب في شغلات مش عم تفهمها، شو فيني اعمل لحتى تصير تفهمها احسن، طيب في ناس مش عم حلو. تلتزم، كيف فيني اعمل شيء لحتى خليني يلتزموا، فانا كله ها قيمه زياده عم قدمها. حلو كتير. طيب حضرتك ذكرت اول الانترفيو انه ما فكر مثلا تنقول كيف بدي ادفع اجار بيتي بالاخر الشهر. صح. شو لازم الواحد يعمل؟ نحن بنقول اذا بيجي بقول لك هيك تسالين طب ما في واقع، في واقع تماما، بس رب العالمين اعطينا القدره ان نحن نخلق واقعنا. كيف؟ خيال. خيالنا كلنا باللاوعي بنتخيل، تبعنا. كلنا بنتخيل، بس 99% من العالم بيتخيل الأسوأ رح يصير بحياتهم. لا، لأن تبرمجوا من هن وصغار إنه عايشين بالسرفايفل مود، إنه أنا بضل وطاقة مكموش. القلق والخوف جدا لو يعني أكيد. بتجذب الشيء السيء. خبركم سر. أكيد. كيف من أول ما خلقنا زرعوا فينا، من أول ما خلقنا، بعرفش إذا شايفين شي مرة المقياس تبع المشاعر مع الترددات. أنا شايفته. شفتي؟ العار، الذنب، الخوف هو اوطى ترددات بالعالم. مستحيل لو شو ما عملتي اصلا افكار رح تيجي على بالك، مش رح تيجي افكار قويه لتشتغلي فيها. صح. من اول ما خلقنا خوفونا من شيء اللي هو خوفونا من الله. صح. اللي يعني الله بيخنقك، الله اللي بحبنا، اللي هو خلقنا، اللي هو عم يعطينا، خوفونا منه حتى ما نفهمه صح. طب برايك هذا الشخص اللي خايف من الله وعايش بمشاعر خوف طول حياته كيف بده يعمل؟ مستحيل يعمل اموال، مستحيل. ما ربنا حاطط قوانين بدقه، واهم القوانين انه الكون ذبذب وليس قيمه. ذبذباتك اللي بتحدد انت شو حتجذب على حياتك. اما اذا حطينا الله بين عيوننا ومشينا وصدقنا انه هي طاقه حب مطلق، صح. وانه هو غفور ورحيم، وهي بعلم الطاقه كمان بالمستوى الليفل هي الاعلى، صح. الرحمه والمغفره. تردداتك عليت، افكارك اقوى، بالتالي صرت عم تقدمي قيمه اكثر، صرت عم تفهمي حالك اكثر، عم تكتشفي رسالتك، تعطي قيمه اكثر، النتيجه حتكون مال اكثر حتما. وصرت بدي خاف على حالي لما اغلط، على حالي، على شو بده يصير معي من رب العالمين او من الكارما لما انا بغلط. صح. فهون بنكون فهمنا شوي فكره العقاب والمكافاه، خلينا نقول اللي مزروعه براسنا. انا بالنسبه لي الله مستحيل يظلم انسان بيظلم نفسه. طب كيف بدنا نغير خلينا نبلش من هلا، كيف بدنا نغير هي الفريكونسي، كيف بدنا نغير هي الطاقه براسنا بحياتنا؟ من وين بدنا نبلش؟ الوعي. اوكي. هلا في ناس سمعت هالمعلومه انبسطت فيها، نسيتها بعد اسبوع، وفي ناس حتسمعها وبعد 5 سنين حتصير شخص مليونير يمكن. ليش؟ انت سمعت هالمعلومه، اذا وعيت عليها وصرت تكون واعي على المشاعر وعلى الافكار اللي عم تيجي على براسك او الافكار اللي عم تدور براسك وعلى المشاعر اللي مسيطره عليك، ما انت ربنا عطيك هالقدره انك انت قادر بلحظه تغير من هالتردد لهالتردد. مثل كنا عم نحكي قبل عم نحكي انه النية عباره عن شو؟ انت كنت فايت مثلا بنية خوف، مثلا متلبك، بدك تطلع خايف تحكي كلمه غلط، خايف تطلع يسالوك شيء ما تجاوب، مجرد ما انت حطيت على نية انك اسماء من اسماء الله الحسنى، شبكت على تردد اعلى بلحظه. يعني اسرع طريقه فينا اعطيك اياها، بديش خليك فوت عقل اللاواعي وننظف وتصيف. هي بدها وقت وخبره نية من قلبه للواحد، شبكت على ترددات اعلى. اذا انا بدي اعمل هلا، بدك تعملي منتج او بدك تعمل برودكت بعيه لتفيد البشر، اذا من نية اني انا بس بدي اعمل اموال، ممكن بس ما هي النية الاساسيه هي من الشغل. ما هو لهذا سبب 99.9% من البشر مش عم يقدروا يوصلوا لهدفهم. اقل من 1% من البشر هن اللي بيعملوا ثروات واللي بينجحوا. انا هذا اللي اكتشفته من بعد عذاب 6 بس ما هو الانسان بيشتغل لحتى يعمل مصاري، لحتى يرتاح. هي سنة الحياة. مش هي سنة الحياة، هلا انزرع فينا من نحن وصغار. اوكي. سنة الحياة الأصلية اللي الله بده ايانا نعمله، كل واحد ربنا بعته على الأرض معه رسالة، يكتشف رسالته، يقدم قيمة فيها، بفيد البشر. المال ما عادش رح تفكر فيه، الجواز ما عادش رح تفكر فيه، السيارة مش رح تفكر كيف بدي اشتري سيارة وكيف بدي اعمل لحالها بتجي. كله بيجي. طب حكيت عن الخيال، شو الخطوات هيك اللي واحد يبلش عن جد يقوي خياله ويقدر يتخيل هالقصة لحتى تصير معه؟ في خطوات ممكن نعملها؟ أول نصيحة بعطيها إنه نحن بنضل بمجتمعاتنا مشتتين كثير، بنضل حوالينا عالم وبنضل حوالينا أشخاص وصبحيات وعصرانيات وسهر. أول خطوة بدك تعزل حالك شوي، في فترة من حياتك بدك تبعد عن العالم،
لأن أنت إذا ما بعدت عن العالم ما رح تقدر تقعد لحالك تتخيل، تعرف شو بدك من الحياة، تعرف أنت شو رسالتك بالحياة. فأول نصيحة ممكن أعطيها إنه روح الشخص يقعد لحاله فترة، يصير يدرب عقله على الخيال. الخيال أنت كل يوم تتخيلي، بس يا بتتخيل شيء سيء يا بتتخيل شيء منيح، بس على الأغلب إنه عم تتخيل شيء سيء لأن حياتك مش مثل ما بدك. فبعد عن العالم شوي وضلك تكون واعي على أفكارك، على مشاعرك. تنفس، رخي جسمك. التنفس هو من أعظم الطرق لترخي جهازك العصبي وتبلشي تتخيلي، تبعدي عن تشيل الأفكار من راسك، المخاوف والشك وهالأفكار، وتاخذي تتخيلي شو بدك. يعني أنا بسأل بيجوا أشخاص بيشتركوا معي، قل لهم شو بدك من الحياة؟ مش عارف. طب قديش بدك تعمل مدخول؟ مش عارف. طب ما أنت إذا أنت مش محدد شو بدك من الحياة كيف ربنا حيعطيك؟ صحيح، بس بيقولوا لك كمان انه الكون ما فيه بادجت، يعني رب العالمين ما عنده بادجت، يعني أكيد. بس يرزق حدا اذا اعطى ادهش. صح. ففي هي الفكره، انا بدي اكون حاضره لهي اللحظه، خلينا نقول. فشو الشيء شو الشيء اللي انا لازم غيره؟ مثلا في اشخاص سلبيين، صح، فلنفترض بيكون في عندهم توفيق وفي عندهم من رب العالمين شايف انه هن عندهم شيء عم يمدهم او يعطيهم وعم ينجحوا، وبيكون عندهم مواهب، بيكون عندهم علم معين، يعني مهذبين ببيئة لطيفة، قدروا يربوا بطريقة صحية، فعندهم كل شيء. ولكن في لحظة من اللحظات بيكونوا سلبيين، إنه أنا ما عم كذا، ما في توفيق، ما في، ومحيطهم نفس الشيء. يعني يحاطون بأشخاص أيضا إنه هن ما عم يتحركوا خطوة لقدام. فأنا قصدي هون كيف بنبلش نحن نرفع هذا التردد لفوق أكتر شوي، ونعرف استحقاقنا نحن، إنه شو مستحق عن جد، لحتى نقدر ننقذ نفسنا من هي الزون اللي هي سرفايفل مود. أنت قلتها يعني بطريقة كتير صحيحة. أول سكيل لازم واحد يتعلمها بالحياة، يعرف يحط حدود. يعرف يحط حدود، يمكن حدود لأهله، يمكن حدود يلي حواليه. لأن لا شك إنه الأشخاص اللي حواليك أنت حتكون مثلهم. يعني بتسمعوا مثل عيش الغني بتغنى وعيش الفقير بتفقر. طب ليش؟ إذا ما حكوا ولا كلمة طاقيا عم يقولوا لك أفكارهم، عم يقولوا لك مشاكلهم. أول سكيل لازم يتعلمها الواحد، يحط حدود. يحط حدود، يعرف مين الاشخاص اللي بدي يكون مثلهم. اذا انا بدي يكون، اذا هاي نتيجه حياتها الاشخاص اللي حدي مش معجبتني، ما فيك تقول لي انه انا بدي يكون غير وانت تضلك معهم. محاط ناس ما في مشاريع، مخططات، احلام، او خلينا نقول في ثرثره، في طاقه سلبيه. صح. فاول خطوه بدك تعرف تحط حدود وتحوط حالك باشخاص بدك تكون مثلها. هاي اول خطوه ممكن تعملها لتطلع من هذا الشيء السلبي. يعني الحدود هي كلمه هلق عم بالفضاء، بس هي كثير صعبة. صعب تقول لا، صح. كثير صعب تحط حدود، كثير صعب تحط حدود لأهلك، لقرايبينك، لرفقاتك، كثير صعبة. بس لما تتعلمها أنت ملكت الحياة. بتصير كثير سهلة. ملكت الحياة تماما. يعني نزار حرفوش، مدرب تحفيزي وتطوير شخصي، نحن بنتشكرك على الإضاءات والمعلومات المفيدة اللي أعطيتنا إياها. شكرا لكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومات. أنا شخصيا استفدت، وأنا حبيت الحوار، كنت عم بقرأ عنه أفكار من يومين يعني لهذا الموضوع بالتحديد، عن طاقة الوفرة والحظ، وكيف الإنسان بيفتح لنفسه إنه يستقبل، يكون جاهز يستقبل. صح. الشيء القادم الأكبر، ولا ياخذ الأمور بطريقة إيجابية. هذا بس بضوي على هاي النقطة، الاستقبال. يمكن أغلب البشر فاهمينها غلط. الاستقبال ليش؟ شو يعني اتوسع؟ كلنا يمكن كل بفوتوا بهالمجال بيعرفوا اتوسع واستقبل. أنت مثلا طلبتي افترض $100,000 بالشهر، مقابل ما $100,000 في مسؤولية أكبر. صح. في انتقادات أكثر، في يمكن تتعرض لمواقف أصعب. تستقبلي وقت تصيري تتحملي، تقدري تستقبلي هاي الصعوبات، حتجيكي هذا الشيء. ها هو التوسع والاستقبال. كثير حلو الحديث عن جد، يعني شكرا كثير لك ولطاقتك الحلوة يلي هيك نورت الاستوديو. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا. شكرا.